السلام عليكم. يوم النهاردة طويل جدا، عندنا مذاكرة كتير، عندنا جيم، عندنا حلقة تحفيظ، وعندي عزا في جدة واحد صاحبي توفيت الأمس، وللأسف ما عرفتش أروح أحضر الجنازة عشان كنت مسافر. في الفترة الأخيرة بحاول إن أنا مفوتش جنازات بقدر الإمكان، يعني خصوصا لو كنت فاضي أو حتى مش فاضي، يعني بحاول أقطع العمل اللي أنا بعمله وأروح أحضر صلاة الجنازة واتبع الجنازة وكده، لأن أنا سمعت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن يعني من تبع الجنازة كان له مثل الجبل ذهب. تخيل أجر عظيم جدا عشان بتصلي ركعتين، وزيه كمان أجر عظيم عشان اتبعت الجنازة. فمعرفش ازاي الواحد كان بيفرط في حاجة زي كده يعني. طيب، عندنا شوية حاجات كتير النهاردة، بس خلونا نروق الأوضة دي الأول عشان حاسس إن الدنيا مكركبة وما كنتش فاضي امبارح خالص. جدا امبارح في الجيم بلعب بالبار في 5 كيلو. المشكلة في كده بقى، هي مش فكرة عضلات بس، فكرة الجهاز العصبي عندك بقاله فترة مش واخد على الأحمال، فلما تيجي انت تحمل عليه ما بيستجبش، يقولك ايه ده انت بتعمل فيا ايه. مشكلة كبيرة جدا. قصة الاستمرارية دي، البرطمان بتاع البينات باتر خلص. كلمت اخويا ينزل معايا حلقة التحفيظ بحيث يعني نشجع بعض، مش عايزه يستسلم لفكرة الفراغ في الاجازة. شوية كده اشوف له برضو كورس تبع دراسته وكده عشان يستفيد شوية. الفراغ ده يا جماعة، الفراغ ده حاجة مدمرة بجد. انا مفيش مرة واحدة سبت فيها نفس الفراغ ونفس الأمارة بالسوء ما تغلبتش عليا. كل مرة نفسي الأمارة بالسوء هتكسبني. الفكرة بقى ان الفراغ على قد ما هو شيء سيء جدا، بس شيء ممكن يعلمك دروس. الدروس اللي انت ممكن تتعلمها من فراغك هو ان انت ما زلت ضعيف، هو ان انت ما زال شيطانك ونفسك بيكسبوك احيانا، بيتغلبوا عليك. مش بس كده، ده ممكن يدوك على دماغك ويعرفوك امتى. مهم جدا ان انت تعرف ان انت مهما عملت لسه ضعيف ولسه ما عملتش اي حاجة. احد السلف كان يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. انت متخيل الصبر؟ انت متخيل الجهاد عامل ازاي؟ قعد 40 سنة يجاهد نفسه. هو ده الدرس التاني اللي تتعلمه من فراغك او تتعلمه من ضعفك، ان انت اصلا مخلوق عشان تجاهد، مخلوق عشان تذنب وتستغفر وتتوب لحد ما تستقيم. حتى لو ما استقمتش، الفكرة ان انت تموت على طريق الجهاد مع نفسك، ما تستسلمش. لان متى ما استسلمت خلاص، الحاجة الوحيدة لو بتعمل حاجة وحيدة صح هتبوظ هي كمان، ما عادتش هتبقى موجودة. فالفكرة لازم تستمر حتى لو لسه حاسس ان انت فكسان. زي كده انا لسه حاسس ان انا فكسان، عادي. هستسلم مثلا لشيطاني، هقول له خلاص انا استسلمت لك، اعمل فيها اللي انت عايزه؟ وش لا، عمر ما هيحصل. ليه؟ عشان انا عارف هو عايز مني ايه. هو عايزني ضعيف، عايزني ماليش اي 30 لازمه، عايزني ما اعبدش ربنا، عايزني ما اتحركش، عايزني دايما في فراغ ومتبع لشهواتي واعمل معاصي واغير خلقه ربنا وفطره ربنا اللي فطرني عليها. هو ده الشيطان، هو عايزني كده، وانا عمري ما هديله اللي هو عايزه، لان انا باذن الله وبحول ربنا سبحانه وتعالى وقوته انا اقوى منه. الاستثناء الوحيد هو إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا بيصطفي ناس، في ناس كده دايما بيجاهدوا ان هم يستمروا على طريق ربنا سبحانه وتعالى، بيسألوا ربنا الهداية، بيستعينوا بربنا سبحانه وتعالى كل يوم. الناس دول اتمنى ابقى واحد منهم. هم دول الشيطان ما يقدرش يغير فكرهم. كل ما افتكر الفورمة بتاعت تانية جامعة اتحصر، قول يا اسنان عملت فيا الكلام ده كله. هي دي اسنان يا جماعة، والله هي دي اسنان. انا فكسان يعني، بس انا شفت ناس كتير ما شاء الله جسمهم حلو معايا في اسنان والدنيا باظت، خصوصا بعد البري كلينيك، يعني بعد ما دخلنا عيادات والضغط زاد والحاجات دي. فما اسمعش صوت اي حد بيقول لك اصل اسنان سهله، انتوا المدلعين بتوع الطب والكلام ده. الكلام ده مش حقيقي والله، الكلام ده انتوا تسمعوه بس، يعني عارف انت الكليشيهات بتاعت الافلام اللي محدش بيستخدمها في الواقع وهي مش حقيقيه. وده بالظبط. يوم طويل النهارده، مش عارف هعمل ايه، هروح الجيم امتى وهحفظ امتى وهذاكر امتى وهروح العزا امتى والعزا بعيد. بس خلوني اقعد كده ارتب يومي واشوف هيمشي ازاي. انا بقالي فتره ما مسكتش
الجدول اللي انا ماشي عليه، ودي مشكله كبيره جدا لان انا بسقط حاجات. انا عارف ان انا من غير متابعه ببقى فاكسان خالص. انا لازم يبقى في متابعه، حتى لو انا اللي بتابع نفسي حد يتابعني، بس لازم بشكل ما يبقى في متابعه. باي ذا واي، الايام دي احسن ايام تعرف فيها من القدوه الصالحه والقدوه الفاسده. ايام الشدد، الايام اللي بيبقى فيها فتن، الايام اللي بيبقى فيها صراعات بين الحق والباطل، هي دي احسن ايام تقدر تحدد فيها ان الشخص ده ينفع قدوة او ما ينفعش قدوة. اظن انت فاهم انا بتكلم على ايه بالظبط. اخويا النهاردة ان شاء الله هيجي معايا اول حلقة، هيجي يقدم بس يعني اللي هو لسه ما اتقبلش، بس انا خليه يحفظ بقى على اساس ان هو هيسمع النهاردة وبتاع، خليه يعني يتحرك شوية. تحفظ في الأوضة ولا فين؟ طب احفظ اول ربع من البقرة ماشي؟ مش هيسمع حاجة، بس انا لو قلت له كده هيحفظ. بقيت حرفيا بعشق ترتيب الأوضة، حرفيا بقيت بحس ان في حاجة ناقصاني لو انا ما رتبتش الأوضة. هو ده الدوبامين الحلال يا جدعان، هو ده الدوبامين الحلال، مش دوبامين السوشيال ميديا والمواقع اللي مش تمام، الاكل السريع. نجيب في نظري ان احنا مضحوك علينا ومظلومين، مظلومين من الجيل اللي قبلنا، ومطعون في نوايانا وفي صدقنا. محدش فاهم ان احنا جيل فعلا قوي، وجيل فاهم، وجيل عنده ثقافة غير ناس معينة من الجيل اللي قبلنا. الناس دي لو وجهونا صح هيطلعوا احسن ما فينا. لازم دايما يبقى فيه ارشاد، لازم يبقى فيه شخص كبير عنده خبرة في ظهرنا وبيوجهنا. الناس دي غايبين كتير، حاسس غايبين كتير اليومين دول، بس ممكن بمزاجهم او مش بمزاجهم. الاجازة دي ان شاء الله عايز اتعلم شوية حاجات، عايز اتعلم طبيخ. ما تستغربش، عايز اتعلم طبيخ عشان اظبط الاكل بتاعي في الجيم، عشان اوقات امي بتصعب عليا بصراحة، بتكون نايمة مثلا، انا برجع متأخر او بصحى بدري، او مواعيدي مش متظبطة مع مواعيد البيت خالص. وعايز اتعلم شوية حاجات تخص شغلي. في شوية حاجات حاططها في دماغي بس عايز اكتبها عشان ما تهربش، بس او عشان ما اجيش في الاجازة اقول ايه ده، ايه الاجازة المملة دي، انا ليه ما بعملش حاجة، انا ليه مش عارف استمتع، طب انا ليه مش عارف اعمل الحاجات اللي انا كنت مأجلها. وش يعني محتاج ان انا طيب نازل دلوقتي الجيم ان شاء الله، مش عارف اعمل ايه يعني بالفكسان اللي انا فيه ده، بس اهو اتحرك شويه، اخد شويه ثقه في نفسي، اخد شويه دوبامين، احس ان انا يومي مش صفر، فاهم؟ بعدين يعني مش هبقى بيج رامي في يوم وليله، يعني الموضوع عايز استمراريه، اللي هو الموضوع اصلا اللي مش عندي ده، اللي انا بقالي 22 سنه في الحياه مش عارف اعمله. كنت هنسى حاجه مهمه جدا، الفلاش، عشان انا لقيت الجيم بيشغلوا اغاني تعبانه جدا، فقلت احط عليها قران. فاكر انت ممكن تسمع قران بصوت تحفيزي، صوت تحفيزي، واخد بالك؟ ليك تحفيز وباور اكتر من الاغاني. عندك مثلا الشيخ احمد سعيد ممدوح، الشيخ ده صوته عظيم بجد، انا بسمعه ببقى عايز اقوم اجري، وعايز اقوم كده اقول انا مش هعمل ذنوب تاني، انا مش هعمل ذنوب تاني. بس المشكله ان انا ما بسمعوش كل يوم، فبعمل ذنوب تاني. الله المستعان. كنت الاول بتكسف بقى ان انا فلوج واتكلم في الاوضه بصوت عالي وبتاع عشان الناس اللي بره ما يسمعونيش، بس دلوقتي خلاص هم استسلموا لفكره ان الشخص اللي معانا عايش معانا ده مجنون بيعمل اي حاجه في اي وقت وحاجات غريبه عشان تعرفوا ان الموضوع مش سهل. بحاول ان انا ما اشربش في بلاستيك، نملى الازازه. الجيم مش فاتح، الساعه دلوقتي 3:30، معرفش هيفتح امتى صراحه، يعني هل بيفتح العصر ولا ايه، بس يعني انا بحاول اخلي الجيم جنب بيتي على طول عشان اقرب جيم كويس الى حد ما جنب بيتي، عشان يعني ما اضيعش وقت في المروح والمجاي والكلام ده، ما احرقش كتير برضو. فدلوقتي الخطط هتتبدل، اذاكر شويه بالليل، فغالبا هنسهر النهارده شويه محترمين يعني، لكن الله المستعان. دلوقتي اقعد احمل الداتا بحيث لو مفيش نت. طعم النجاح لو دقته مش هتصدقوا، حاول تجرب لاست ليكتشر. طيب بما ان الخطه اتغيرت هو يا دوبك بعد العصر، فاخد مصحفي معايا الصغير في الطريق، اعزي ارجع ان شاء الله اسمع، او لو في وقت ان انا اروح الجيم، يعني احاول اظبط الدنيا. بس يعني مش عايز، انا اخويا دلوقتي جاي معايا عشان ابويا زعلان منه ان هو ما بينزلش ما بيروحش وبتاع، صلة الرحم الحاجات دي يعني. فكرة مش في كده، ابويا مقتنع، او يعني هو مقتنع اشد الاقتناع ان مفيش حد بيسد عنه عشان هو مسافر،
عشان احنا موجودين وبتاع ما بنسدش. بس الفكره ان اي حد مسافر ما بيكونش عارف الظروف هنا عامله ازاي، ما بيكونش عارف اللي هنا مشغولين ازاي او يومهم ماشي ازاي او ايه اولوياتهم او الحاجات دي كلها. انا مثلا انا عارف ان انا اوقات كتير بكون مقصر في اجتماعياتي مع الناس، مع اهلي كذا، بس انا غصب عني، انا كليتي وشبابي، وان انا بقى بحاول ان انا ابقى ماشي صح في حياتي والحاجات دي كلها، فده غالبا بيأثر على اجتماعياتي. واعتقد ان اي حد مشغول بنفسه اجتماعاته هتتأثر بشكل كبير، والا فانا لو سلمت نفسي لحوار الاجتماعيات وكده فانا مش هعرف اعمل حاجه في حياتي. كل واحد من صحابي عايزني اقعد معاه اطول فتره ممكنه، واهلي عايزيني دايما قاعد معاهم وكذا. انا بحاول اوفق في ده، لكن انا لو اتبعت كل واحد بمبادئه وافكاره انا مش هيبقى عندي وقت لربنا حتى. مش هقول لنفسي، مش هيبقى عندي وقت اصلي، لان في ناس بتبقى قاعده في البيت مثلا ما بتنزلش تصلي، في ناس قاعده فاضيه ما عندهاش شغل مثلا. هي دي الفكره، فاهم؟ ده فعلا ان مفيش حد هيسد عن حد مسافر، او مفيش ابن هيسد اب متخيلها او بالطريقه اللي هو عايزها. بحس ان احنا كابناء دايما بننتقد، ممكن احيانا ما تكونش بايدينا وغصب عننا. يعني مثلا لو انا كنت موجود في كل كبيره وصغيره، وش ده هيأثر على دراستي، على انتاجيتي، على يومي. طيب لو كنت مدي اهتمام كبير بدراستي وكذا، وش هيأثر على اجتماعياتي، هأنتقد على اجتماعياتي وعلى صلة رحمي. الحل دايما هو ان انت تحاول توسطن الامور، بس المشكلة مع الاهل ان هم ما بيتفهموش الحتة دي، ان هم دايما في موكب قالب معين في دماغهم هم عايزينك تكون عليه، اللي هو حاضر ونعم في كل حاجة، وتكون دايما مش مقصر، وتكون ابن شاطر وبار فاهم، كمل للاخر. الفكرة ان اليوم هو فيه 24 ساعة، اليوم انا نفسي يوم يكون 48 ساعة عشان اعمل كل الحاجات، بس هو ربنا مخلي اليوم 24 ساعة. الأهل مش مقتنعين، مش عايزين يقتنعوا ان هو غصب عننا مش بمزاجنا. ننتقد على أي حاجة حتى لو عندنا حق، بس احنا اتعودنا كده دايما الصغير هو اللي غلط. المشكلة ان انا لما فهمت ده ابتديت اعمل حاجات كتير في حياتي لوحدي، ابتديت اخد قرارات لوحدي. دي مشكلة، انا عارف ان هي مشكلة، بس حاولت اسيستم دنيتي. انا شايف ان هو ده الحل بصراحة، ان انت تمضي فيما ترى وتحاول تهندل الدنيا وتواسي وتطبطب. الله المستعان. خلاص ابتدينا ننزل الجيم ان شاء الله، نحاول ننضبط، بس ما ذاكرتش النهارده خالص، مش هينفع اعدي اليوم 1:15 يعني. هقعد اذاكر لحد الفجر كده، فاكر لي عشان شويه الحفرقه اللي انا عارف ان هي مش وقتها، بس انا ما عنديش عايز اعيش لايف ستايل ان انا كل حياتي مذاكره للكليه، مش حاجات تانية كمان. ما عنديش عايز اعيش اللايف ستايل ده يعني. بس في نفس الوقت اذا انتقلت بشكل او باخر للايف ستايل تاني لازم برضو يبقى فيه مذاكرة عشان ما نسقطش سعادتك. الله المستعان. ودلوقتي هقعد اذاكر شوية ان شاء الله وصلي الفجر وننام. Minimally invasive dentistry is concerned with early identification with the disease, prevention of the disease, arrest of the disease, restorative treatment if needed. The goal of minimally invasive dentistry is to preserve as much healthy tooth structure as possible